Bitcoin itself is a hyped up fraud. Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. Scam, criminal activity, total really bubble, Ponzi scheme is going bust. البيتكوين هي أول عملة رقمية لا مركزية في العالم. قصتها مثيرة، بدأت بطريقة غامضة وما زالت تشكل مستقبل العالم المالي. وثائقي ماني إلكتريك تكلم عن التحقيقات بتاريخ البيتكوين بشكل مفصل والشخصيات المهمة ومحاولة اكتشاف من هو ساتوشي ناكاموتو وإيش اللي بيصير بالمستقبل إذا البيتكوين بيكون بشكل يومي. هذا الوثائق أنصحكم تتابعونه، أنا توني خلصته والحين بتكلم عنه. فلذلك لايك وشير وسبسكرايب وشارك المقطع لصاحبك أو أخوك أو واحد من أهلك ما يعرف عن البيتكوين، لأني راح أشرحها بشكل مبسط. أول شيء خلينا نتكلم عن تاريخ البيتكوين. ظهرت فكرة البيتكوين لأول مرة في 31 أكتوبر 2008 لما نشر شخص أو مجموعة باسم مستعار ساتوشي ناكاموتو ورقة بيضاء بعنوان بيتكوين، نظام نقدي إلكتروني يعتمد على الند للند. هذه الوثيقة كانت ثورية لأنها طرحت فكرة عملة رقمية تشتغل بدون الحاجة لسلطات مركزية. في 3 يناير 2009 انطلق النظام البيتكوين رسميا لما ساتوشي ناكاموتو قام بتعدين أول كتلة في الشبكة والمعروف بالكتلة التأسيسية أو The Genesis Block. كانت مكافأتها 50 بيتكوين لساتوشي وهي بمحفظته، ولكن ما يقدر يستخدمها لأسباب تقنية. واحتوت رسالة معبرة عن الأزمة المالية في يوم 3 يناير 2009 Chancellor on the brink of the second bailout for banks. العبارة نفسها مقتبسة من عنوان بجريدة The Times البريطانية ذيك الفترة، واضحة قدامكم في الصورة. الرسالة كانت تلمح للأزمة المالية اللي صارت وقتها وكيف البنوك والحكومات كانوا في حالة فوضى يحاولون ينقذون النظام المالي التقليدي. ساتوشي حطها كنوع من الرسائل الرمزية وكأنه يقول أن البيتكوين بيحارب كل البنوك الكبيرة اللي قاعدة تطبع فلوس بالبلايين وما حد يقدر يقول لهم شيء. للي ما يعرف وش هو الجينيسيس بلوك أو الكتلة التأسيسية، تخيل لو عندك دفتر كبير، خلينا نسميه دفتر حسابات أو بلوك تشين. أول صفحة فيه هي الجينيسيس بلوك، هي الحجر الأساسي اللي انبنى عليه البيتكوين. هذا بشكل مختصر. خلونا نتكلم عن التطوير والتبني المبكر لهذا العملة. أول عملية بيتكوين تمت في 12 يناير 2009 لما ناكاموتو أرسل 10 بيتكوين لهال فيني عالم كمبيوتر. وفي 2010 صار أول استخدام حقيقي للبيتكوين لما دفع مبرمج اسمه لازلو هانيتش 10,000 بيتكوين مقابل شراء بيتزا. والحدث هذا يحتفلون فيه عشاق البيتكوين كل سنة بيوم البيتزا البيتكوين في 22 ماي. لغز هوية ساتوشي ناكاموتو للحين تبقى واحدة من أكبر الألغاز في عالم الكريبتو. رغم التحقيقات الكثيرة ما في دليل قاطع يكشف من هو. قبل ما يختفي من المشهد سلم ناكاموتو التحكم في المشروع لمطور اسمه غافن أندرسون اللي صار المطور الرئيسي في مؤسسة البيتكوين. ولكن ناكاموتو كان مهتم بالعملات الرقمية من قبل. هوية ساتوشي ناكاموتو مخترع البيتكوين لسه تظل لغز كبير. من التطورات الأخيرة الوثائقي من HBO ادعى أن خبير العملات الرقمية الكندي بيتر تود هو ساتوشي ناكاموتو، لكنه نفى هذا الادعاء بشكل قاطع. في 31 أكتوبر 2021 تم الإعلان عن مؤتمر صحفي مباشر يقال أنه راح يكشف الهوية القانونية لساتوشي، لكن مجتمع العملات الرقمية متشكك من هذه الادعاءات بسبب ادعاءات سابقة ما تم التحقق منها. في مارس 2024 حكمت محكمة بريطانية أن كريغ رايت اللي ادعى أن ساتوشي مو هو اللي اخترع البيتكوين. في أشخاص آخرين كانوا مشبوهين أنهم يكونون ساتوشي زي دوريان ناكاموتو رجل ياباني أمريكي يعيش في كاليفورنيا، كريغ رايت عالم كمبيوتر أسترالي، إيلون ماسك ملياردير تقني. ورغم هذه الادعاءات والتحقيقات هوية ساتوشي ناكاموتو الحقيقية ما زالت مجهولة. البحث مستمر ومجتمع العملات الرقمية غالبا ما يرفض الادعاءات الجديدة ويحافظ على شكوكه تجاه الكشف المزعوم. خلينا نتكلم شوي عن النمو اللي صار للبيتكوين. مع شهرة البيتكوين واجه فرص وتحديات كثيرة مثل منصات تداول مثل MTGOX، كراكن، باينانس سهل عمليات الشراء وبيع البيتكوين. وزيادة الرقابة والتنظيمات مع انتشار شعبيته جلبت تحديات كبيرة لكنها برضو زادت من شرعيته.
سعر البيتكوين معروف بالتقلبات الكبيرة. بدأ بقروش ببدايته، لكنه وصل لأعلى سعر في تاريخه حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، والآن وأنا قاعد أسجل المقطع حول 100 ألف دولار أو قريب منه، وراح يتعدى أصلا في المستقبل. رغم التراجعات بعدها ما زال البيتكوين في القمة كأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية. بناء على المعلومات المتوفرة، ما نعرف عن خلفية ساتوشي اللي نعرفه عن خلفية ساتوشي ناكاموتو في مجال التشفير قبل إنشاء البيتكوين مو كان واضح بشكل عام، لكن في مؤشرات أنه كان له علاقة بمجتمع التشفير أو مجتمع الكريبتو. كان مطلع على أفكار موجودة مسبقا في مجتمع التشفير. الورقة البيضاء للبيتكوين والتطبيق نفسه أظهرت فهم عميق لمفاهيم التشفير وأفكار العملات الرقمية اللي سبقت البيتكوين. الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو كان معروف في أوساط التشفير قبل ظهور البيتكوين، وكان يتواصل مع المطورين بنفس الاسم. لما ساتوشي ناكاموتو قدم فكرة البيتكوين لأول مرة لمجتمع الكريبتو عبر قائمة بريدية للسايبر بانكس، كانت ردة الفعل مختلطة بين الشك والاهتمام الحذر. في البداية الكثير كانوا متشككين بخصوص مدى إمكانية النظام المخترع، وكثير من الناس كذبوه وقالوا إنه درجة إنه نظام مزيف من حيث التوسع والأمان. لكن ناكاموتو ما وقف عند هذا الحد، بل دخل في نقاشات تقنية مطولة مع المجتمع وقدم شروحات مفصلة لآلية عمل البيتكوين، مما فتح باب النقاش حول التحديات التقنية وكيفية التغلب عليها. بعض أعضاء المجتمع انتبهوا للإمكانيات السياسية للفكرة. واحد منهم قال أن التشفير ما يقدر يحل المشاكل السياسية. رد ناكاموتو كان مباشر، وأوضح أن البيتكوين يملك فرصة لكسب معركة كبيرة في سباق التسلح وفتح مساحة جديدة للحرية لعدة سنوات. هذه الرؤية أثارت اهتمام شريحة كبيرة، ومع الوقت وزيادة النقاشات على منصات مثل منتدى بيتكوين توك بدأ البيتكوين يلفت الأنظار أكثر. مع استمرار العمل والتفاعل بدأ مجتمع التشفير يدرك قيمة الابتكار في البيتكوين، خاصة طريقتها الفريدة في حل مشكلة الإنفاق المزدوج وإمكانية إنشاء نظام معاملات بدون الحاجة للثقة بين الأطراف بدون ما يكون في وسيط. ومع أن البداية كانت مليانة شكوك، التفاعل مع أفكار ناكاموتو ساهم بشكل كبير في تحويل البيتكوين من مجرد فكرة إلى مشروع ثوري غير وجه النظام الاقتصادي المالي الرقمي. سؤال: لو انكشفت هوية ساتوشي ناكاموتو هل بيكون عليه عواقب قانونية؟ لو هوية ساتوشي ناكاموتو انكشفت ممكن يصير في تبعات قانونية كثيرة. أول شيء، بما أنه يملك تقريبا بين 750 ألف إلى 4 مليون بيتكوين، 4 مليون دولار أو 50 بيتكوين، ممكن يواجه مشاكل كبيرة مع الضرائب لو أنه طلع أنه ما دفعها. برضو إنشاء وتوزيع البيتكوين ممكن يخضع للتدقيق تحت قوانين الأوراق المالية، وهذا ممكن يفتح باب لمشاكل قانونية. في احتمال يكون في انتهاكات لأنظمة البنوك على حسب كيف تطوير البيتكوين وتوزيعه في البداية، وبسبب تأثير البيتكوين الكبير على الأنظمة المالية ممكن الحكومات تبدأ تحقيقات حول إذا كان يشكل تهديد للأمن القومي المالي. غير كذا ممكن تطلع نزاعات حول الملكية الفكرية مثل حقوق التقنية اللي تحت البيتكوين، وهذا ممكن يسبب دعاوي براءات اختراع أو حقوق ملكية. وأكيد ما راح ننسى احتمال أنه يكون في قضايا مدنية زي اللي ما شفناها مع كريغ رايت اللي ادعى أنه هو ساتوشي. ولو فعلا تم الكشف عن هويته ممكن يجذب انتباه أكبر من الجهات التنظيمية، وأعتقد أنه ما يبغى هذا الشيء لنفسه أو ما يبغون هذا الشيء لأنفسهم، وهذا أكيد بيأثر على عالم العملات الرقمية كلها. لكن صراحة كل هذا مجرد توقعات، واللي بيصير فعلا يعتمد على أمور كثيرة منها القوانين والظروف اللي كانت وقت ما بدأ البيتكوين. خلونا نتكلم أخيرا عن مستقبل البيتكوين. مستقبل البيتكوين يعتمد على عدة عوامل: التطوير التقني زي شبكة اللايتنينج اللي يلعب دور كبير في تحسين سرعة وكفاءة معاملات البيتكوين. هذا الشيء ممكن يزيد من قابلية الاستخدام اليومي. تبني المؤسسات والشركات الكبرى للعملة الرقمية يعطيها شرعية أكبر كأصل استثماري، خاصة إذا دخل مستثمرين كبار للسوق. القوانين والتنظيمات الحكومية لها تأثير ضخم على مستقبل البيتكوين، فكيف تتعامل مع الحكومات أو كيف تتعامل الحكومات مع العملات الرقمية بيكون عامل حاسم تحديد مكانتها في النظام المالي العالمي. وبرضه في المخاوف البيئية اللي لازم تنحل مثل استهلاك الطاقة الكبيرة في عملية التعدين للبيتكوين، لأنه معقد جدا، مو زي ورقة يعني عملة ورقية، لأنه معقد جدا ومو زي أي عملة شفناها. أما الوضع الاقتصادي فهو يلعب دور مهم، لأن البيتكوين يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم الاقتصادي وعدم الاستقرار، وهذا يخليه خيار جذاب للكثير من الناس في وقت الأزمات. البيتكوين من عيدها ال15
15 سنة من تأسيسه قدر يترك بصمة قوية في عالم المال والتقنية. مستقبله مفتوح على الاحتمالات الكبيرة، وما زال يمثل تحدي للأنظمة المالية التقليدية القديمة، ويوسع حدود الممكن في العملات الرقمية. في صورة طلعت بتويتر شفتها يوضح قيمة الحوالات اللي تصير بشركات المشهورة مثل الماستر كارد والفيزا. الماستر كارد فيه 9 تريليون أو 9 بليون دولار في 2023، 9 تريليون دولار تخيلوا. والفيزا فيه 14.8، والبيتكوين لحاله مسح بالشركتين بمبلغ 36 تريليون و600 مليون والله ما أدري 36 تريليون دولار. فهذا يوريك قد إيش البيتكوين لعب دور كبير في استخدام استخدام البيتكوين في الحوالات أو المعاملات المالية، أو عفوا المعاملات الرقمية، وهذا راح يكون المستقبل بشكل كبير. أتمنى المقطع هذا أفادكم وأعطاكم المعلومات حول البيتكوين وأصله وقصته. عموما هنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات، أبغى أشوف اقتراحاتكم تحت في مكان التعليقات المواضيع اللي تبغوني أتكلم عنها. السلام عليكم.